السلام عليكم. معنى ان النهارده ما يتقارنش باي انمي من كتر العظمه اللي فيه، وبيحكي كده ان الذكاء الاصطناعي والالات بتسيطر على العالم كله، وبينقلوا البشر والاجناس لعالم وهمي من خيالهم، وبيخلوهم يقاتلوا مخلوقات كده غريبه من صنعهم علشان يستمتعوا. بس حرفيا واخدين البشر لعبه يا صاحبي. يلا نبدأ كده. بنشوف واحد اسمه ميناتو مع المهندسين اللي معاه كده نزلوا للأرض، لأن هم أساسا عايشين في مركبة بتتحرك في الصحراء وفي الأرض كلها، والمركبة دي ضخمة. المهم هنا بيشوفوا أصلا كائن غريب كده وزي ما يكون روبوت، وبيشوفوا عليه كده شعار غريب كده، وبيقول هو ايه اللي حصل في الأرض من مئات السنين، وايه الشعار اللي موجود قدامنا ده بالظبط. بابا بابا بابا، انا لقيت الحيوان الغريب ده. ايه بابا بقى؟ الله يخرب بيتك، انت جيتي هنا ازاي وطلعت في المركبه اللي احنا جينا بيها للارض ازاي اصلا؟ وهي خايفه ترد كده وتلقلق كده في كلام واحد صاحبه كده بيقول له ما طبيعي يا اسطى، طبيعي، ما انت كل شويه تتكلم عن الارض فهي نفسها تشوفها. ومره واحده كده بيخش كائن غريب اسمه غادول، والعلم الغادول دول هم اللي بيسيطروا على الارض دلوقتي، والكائنات دي هي اللي بتحارب البشر، وكل كده بينسحب بسرعه وبيسيبوا كده كل حاجه وراهم، خلاص هيموتوا. والكائن ده بيضربهم ضرب حرفيا جباره، عمال يموت فيهم. مره واحده كده بتقفل عينيها وتفوق كده، مره واحده تلاقي ابوها قدامها بيقول لها هجيلك تاني اوعي تتحركي، وطبعا بنبص كده بنشوف ايديها خلاص اتقطعت. ايه المعركة اللي تمت هنا اللي خلت ايديها تتقطع وكل الناس دي ماتت؟ وفي ايه بالظبط؟ وبيعمل حاجات غريبة كده فيها، وبيأمر كده العربية انها تتحرك وتمشي. وبعدها بفترة كده بنشوف واحدة كده بتحكي وتقول ان ده اللي حصل قبل كده. ايه ده؟ يعني كل ده كان ماضي حرفيا والبنوتة كبرت. والبنت اللي بتتكلم كده بتقول ان كل المحاربين اللي من فايلق السيطرة هم المسؤولين عن الدفاع عنهم وعن الحصن اللي هم فيه، والحصن ده للعلم هو بيتحرك، وهم المسؤولين عن إبادة الغدول اللي هم الكائنات اللي هي بتحاول تقتلهم. وقوة الحصن ده بتيجي من خلال امتصاص قوة الغدول، وهي عبارة عن دم الغدول وهو لونه أخضر، وده الحصن الأخير للبشرية، ومفيش بشري أيا يكن في أي مكان في الكوكب كله، والبشرية بتنقرض حرفيا. ونشوف كده واحدة بتتكلم وهي من عرق النقالون، وبتقول إن هم أساسا بقالهم مئات السنين حرفيا محميين عن طريق البشر، وقال إن النقالون دول هم شبه البشر بالظبط في كل حاجة، مفيش فرق، عشان بس محدش يفتكر إن في فرق، هم بس تم تمييزهم مش اكتر، وهنعرف ليه قدام. وواجبهم مساعدة البشر للدفاع اساسا عن عرق البشرية. وللعلم هي دي البنوتة اللي هي اساسا ايديها اتقطعت في اول الانمي، والعرق ده بيصلح اي حاجة وبيشتغل في اي حاجة عند البشر والمخلوقات التانية. والمدرس بيقول لهم ده اخر يوم ليكوا، ويلا بقى هتنطلقوا اخيرا في الحياة وهتعملوا كل اللي نفسكوا فيه. ونشوفهم فرحانين جدا، اخيرا هنتخرج. وبعدها كده بتقدم في فايلق السيطرة علشان تبقى زي ابوها، بس بتترفض طبعا، والمدرس كده بيزعق لها وبيقعدوا يتخانقوا. المدرس بيقول لها اهدي، انت ما اترفضتيش، انت بس ما جالكيش الموافقه. فهي بتقول ما هو كده رفضوني يا سينسي. ايه يابا؟ الو الحشيش تمام ولا ايه؟ ما هم مش بعتوا لي الموافقه، يعني هم رفضوني، قالوا لي في الانترفيو نبقى نرد عليك. يبقى ايه انت شايف ايه؟ وبيقول لها افتكري ان العقل السليم في الجسم السليم، وهي بتبص على ايديها. ايه اصلا انت بتعايرني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه مش المفروض المدرس بتاعي برضه وانت اللي تشجعني ايه يا اسطى؟ ايه يا عم الحاج؟ ايه؟ بقول لها قدمي كده في اي شغل تاني، من مستحيل تعملي حاجه بايدك دي ومش هيحتاجوكي. وبعدين انت بنت، يعني كده كده مكانك المطبخ، اتجوزي وخلاص وترمي في اي مطبخ، ما تصدعناش. وبتقول له منك لله يا حاج، منك لله. وطبعا صحابها كانوا سامعين كل الكلام، وبتروح كده تاكل، بس صاحبتها كده بيحطوا لها كده حشرات في الاكل، والنمي هنا بتقول لها اسفه نسيت، انت صحيح ما بتاكليش الحشرات زينا. وكمان بقول لك ايه، معلش انا على حوار رفضك، ما هو برضه هم بيدوروا على ناس كامله مش ناقصه حاجه. فبتقول لا 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 لا، انا ما اترفضتش، هم بس مش قبلوني لسه، بس هيبعتوا لي الورقه وهيقبلوني عادي. فبتقول لها ما هي نفس النتيجه، انت مش لسه قايله للمدرس بتاعنا كده يا بنتي ولا ايه بالظبط؟ وبعدين هتبقى عبء كبير اصلا عليهم. وهي بتجيب اخرها، فبتفضل تشتم في امها عادي، يلا يا بنت. وبتقعد تاكل كده وهي متضايقه، وبعد كده بيروحوا ياكلوا في مكان تاني كده، والبنت بتقول لها على العرق بتاعنا ضعيف جدا مش زي عرق المحاربين والوحوش والعروق التانية، وكمان انت بنت فمستحيل يا بنتي. وبعدين ابوكي ذات نفسه توفى برضه بنفس الطريقه، انت ليه عايزه تعيدي اللي ابوكي عمله قبل كده وبرضه مات؟ ليه عايزه تبقى محاربه زي ابوكي؟ وبيشوفوا كده محاربين وبتتمنى لو اتولدت بشريه او من اي جنس اخر.
كانت نفسها تنتقم من ابوها. كمل كده بتقول لها ما المعلم جاب لك وظيفه حلوه صح؟ يا ريته ما جاب لي. ومره واحده كده المشهد بينتقل بينا كده المكان عالي قوي جدا، وفي واحد كده بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ بتعملي ايه؟ وبتقول له انا ناتسومي وبشتغل هنا في فريق كابو، وانت مال امك بقى؟ فبيقول لها طب ما انا كابو. بعدها كده بتساله كده هقول لك طيب كابو ولا قائد ولا ايه؟ وجو الرسميات دي اكيد انت مش من النوع ده صح؟ وهو طبعا ما ردش عليها اصلا، يعني بيقول لها خلصتي يلا بقى. بتقول انت بتعمل ايه يا راجل عجوز انت يا ابن وبيكمل نضفي يا بت نضفي. فبتقول له انا وظيفتي في الدروع اللي جات لي. فهنا بيقول لها ايوه ما انت فعلا تشتغلي في الدروع، بس الاول لازم تشتغلي اول 5 سنين في التنظيف. كلنا عملنا كده لاننا عندنا عجز في الناس اللي بتنظف. وبما ان الحصن كبير كده فهي شغاله كده بتبص تحت بتشوف حرفيا المحاربين اللي هي نفسها تكون منهم، بس بترجع تاني تفتكر ان هي مجرد واحده بتمسح. وبتفضل شغاله فتره كبيره كده على كده وعماله تشرح لهم كده في اسلحه ونفسها تطور نفسها وتطور الاسلحه وتكبر، بس ما بيدوهاش اصلا اي اهتمام وبيطنشوها. ومره واحده كده بتقول لك ابو كده انت ما بتملش من نفس الاكل كل يوم ونفس الشرب والميه اللي انت عمال تشربها كل شويه؟ بيقول لها لا ما بملش، ما اصل احنا مش في جرينلاند ولا سويسرا بروح امك، يعني احنا بننقرض لو مش واخده بالك. وتقول له انت ما بتملش، من انت عمال تشرب لبن واللبن اصلا ممنوع في الدنيا كلها ومش مع حد وانت عمال تشربه عادي خالص. فبيقول لها اجيب لبن منين؟ مش فاهمه. ممنوع فعلا، ده ميه عاديه، تحبي تجربي؟ وهي بتقول له انت ممل قوي. مره واحده كده بيخش عليها واحد كده اسمه فينيل ويقول لها انت مبسوطه قوي في الشغل ولا ايه؟ وهنا بتقول له يعني بس المشكله ان القائد ما بيتكلمش معايا وانا حاسه ان انا هتشل. بقعد 8 ساعات في اليوم ما بتكلمش، سايبني منضف بس. وبيقرب منها كده مره واحده بيقول لها خلاص ما تسيبك منه، ما تسيبك منه وتيجي نخرج احنا، افك عنك شويه نتكلم شويه. وتقول له لا شكرا. وبتشوف قربة ميه كده بتاعه القائد بتاعها وتقول له ايه ده نسيها، هروح اوديها له بقى. بس هو طبعا اول ما بيفتح الباب وبيشوفها بيقفل الباب على طول. ايه اللي جاب امك انت؟ وهي اول ما بتشوفه بيبقى انت يلا ولا انت مخبي بنات جوه صح؟ خمر ونساء معاك ممنوعات يا حشيش صح؟ لو ما فتحتش هلم عليك الناس وهو بيغتصب على دوري. فيقول لا استنى ويفتح الباب ما هيتفضح. لما بيفتح كده بياخدها على طول وبيقفل على طول، بس هي بتحشر جسمها ووشها اساسا وبيقفل عليها. بتتكلم كده وتقول له انت ما عملتليش حفله ترحيب، انا مش انضممت ليكوا يا ابني ولا ايه بالظبط؟ وبيقول لها ابني مين يا بنت؟ انا قد عمرك بتاع 10 مرات. وقال لها انت لو مش مجمعه البشريه والاجناس والارض كلها بتبات، حفل انضمام مين يا بنت المجنونه؟ وبتكمل كده بتقول له الحفله بكره انت جاي وكل اللي موجودين في الشغل هييجوا. فهنا بيقول لها لا والله مش فاضي انا اسف، يلا بقى يلا. بيقفل كده وهي بتحط وشها برضو تاني وبتقول له خلاص انا معايا الحاجه ويلا نعملها دلوقتي الحفله. وما تنساش ان في اساسا واجب عليك، واصلا في جميله دلوقتي انا جبت لك قربة الميه ولا بتاع الميه اللي بتشرب في امها دي. ويقول لها ميه ايه وبتاع ايه؟ لو سبتيها كان ممكن اخدها بكره عادي خالص، يعني دي مش جميله. بتقول له لا كنت هسرقها. فبيقول لها ايه يعني كنت هتسرقيها؟ هو ده كده بقى واجب؟ ودي بقى الجميله انك ما سرقتهاش؟ هو في كده اصلا؟ المهم بيقعدوا بالعافيه غصب عن عين امه اساسا، لان هي قالت له ان هي هتصوت وتلم عليه الناس. وبتقعد وبتحكي له قصتها كلها وبيقعدوا يشربوا. وهو كده بيقول لها هتستفادي ايه بقى لما تنضم ليهم طالما انت عايزه تبقي محاربه وكده، لان هي طبعا حكت له كل حاجه. فبتقول له كده ان هي عايزه تنهي القتال اللي بقاله مئات السنين. وهو بيقول لها انت عبيطه صح؟ يعني صراع بقاله بتاع 500 600 سنه انت هتيجي تعملي ايه؟ وكمان من عرق النقالون اللي هو اساسا لما بيشيل حاجه ظهره بيوجعه. نوع الحشيش اللي انتوا بتعطيه قولي ما تتكسفيش مش هبلغ عنك، انا عايز حته ب 200 من نفس الراجل. الدماغ دي فوق. وبيكمل كده بيقول لها ان الصراع ده مش هيخلص ولا اي حد هينتهي واحنا هنموت ومفيش اي حاجه هتحصل والناس اللي بعدين هتموت. حرفيا الغدول موجودين في الكره الارضيه كلها، مش موجود مننا غير كام الف. احنا لما كنا مليارات اتبدنا، وبعدين في ناس كتير اقوى منك واذكى منك وفي الجيش وفي حاجات كتير قوي والدنيا متقدمه ومش عارفين يحلوها. وبتفضل كده تتخانق معاه وبنشوف كده ان الكلب بيفضل يحاول يفتح الباب، ولما بيفتحه كده بيقول لها يلا بقى من هنا يلا. بس هي بتاخد بالها كده من الكلب ونكتشف ان الكلب ده مش كلب اصلا، ده غدول ومن الكائنات اللي بتبيد البشريه وبتحاول كده تقتله. وبيمسكها كده من شعرها بيقول لها لا اهدي بس، الكائن ده مش خطر. ده مبدئيا هو لو خطر على حاجه فهو خطر على نفسه من نفسه، ان هو اصلا لو ركزت هتلاقيه خايف اساسا. فبتنزل كده وبتقعد تلعب معاه وبيقول لها كده ايه ده في ايه غريبه؟ هو مش ابوكي تقريبا مات يا بنتي من الغدول زي ما انت حكيتي لي ولا ايه؟ وعيلتك مش خايفه منه او عايزه تنتقمي
سمي او اي حاجه لمجرد بس انه قلت لك ان هو ما بيأذيش فعادي خد خلاص، وطبعا هيطنشك كل حاجه. انت مسميه ولا هو اسمه ايه؟ فبقول لها ما سميتوش، فتقول له انت وحش قوي يا اسطى، وحش قوي حتى مع الكلب، كفايه ان انت ما بتكلمناش يعني. ايه بنروح سمي الواد سمي الواد. فهنا بتلاقيه ماسك كده انبوبه، فبتقول له بايب، وبايب دي بالانجليزي يعني انبوبه او زي الماسوره، المهم بتسميه بايب وبتفضل كده تلعب معاه. فبيقول لها تاني ومش قتل ابوكي طيب؟ فبتقول له لا ده شكل لذيذ قوي. ومره واحده كده بنشوف عينيه بتتحول كده وفيها حاجات غريبه، وبعديها كده بالليل بنشوف ان هو بيروح لباشر اساسا وبيسحب منه عينه، وبيقول في السماعه كده سحبت العينه، وحد بيرد عليه كده بيقول له ما بقتش زي الاول ليه؟ ما بقتش بتعرف المشاكل والاخطاء اللي في النظام. العالم ده لو سبناه للاخطاء البشر هيرجعوا يسيطروا عليه من اول وجديد، لازم نقتلهم اول باول لما نعرف ان هم بيشكلوا خطر على كيان وجودنا. اوبا مين دول اساسا؟ وكيان وجود مين؟ ومين الكيانات دي؟ وازاي كابو اساسا مش بشري؟ ومره واحده في كائن بيقول مفيش داعي لاي خطأ في العالم، يجب ابادة الجميع. يا الله ايه العظمة دي، وايه يا جماعة الانمي ده جه من انهي داهية؟ وبيجي تاني يوم كده مرة واحدة كده وبنرجع تاني، ومرة واحدة كده الصفارات بتاعة الانذار كلها بتدوي، واكتشفوا كده غدول كده وكميات كبيرة منهم متوجهة ناحيتهم وبأحجام فوق الخيال، والجيش كله بيحضر نفسه كده علشان يقاتل. وبنشوف كده فنيل كده بيطلع كده في السقالة اللي هي بتطلعه لفوق بس مش راضية تطلع. هي ضعيفة ولا ايه؟ تشفى عريضة طويلة وثريات فيها ضعيفة. ابوس ايدك طلعني معاه، لا ابوس ايدك هنموت. وبينط عليه كده وبياخدهم هم معاه كده وبيقعوا كلهم. هو واخد مبدأ انا لو هموت هتموتوا معايا. وبيقعوا كده على فقاعة غريبة من الفقاعات، ودي بتقلل الضرر والجاذبية وكل حاجة، وبتقل كده سرعتهم مرة واحدة كده في الهبوط. وكابو كده بياخد ادوات الجندي اللي ميت اساسا بسرعة، والواد كده اللي مع فينيل كده بيموت بضربة واحدة حرفيا، وكابو كده بيلحق ناتسومي. ايه الابداع ده يا جماعة؟ وبنشوف كده ان كابو كده جاحد حرفيا، قتل حوالي 10 غدول كده في الثواني. حتى المقاتلين اساسا اتبهروا من كتر العظمه اللي هو بيعملها، وبيقول كده كفل بالباقي يميناته، ويضربوا كده على الكائن الكبير كده ده اجهزه بتمتص الدم بتاعه علشان يملوا قوه المدفع اللي هم هيضربوا بيه كمان شويه. والوحش ده بيفعل فقاعه اللي هي الجاذبيه علشان تضرب اي حد حواليه، وبتلعب في الجاذبيه وبيعمل حوارات كتير كده. ولما بيسحبوا كده الدم الاخضر بيبدا الدرع يتحرك بطريقه جباره، والغدور كده بيقرب بسرعه قوي علشان يقتلهم. ايه العظمه دي؟ بس بنشوف كده مدفع جبار ميناتو بيضربه وبيفجر كل حاجه قدامه حرفيا، وبيموت الغدور كده. ومره واحده كده فينيل ايه ده، انا حي انا حي. ونشوف كده ان في جرحى كتير وقتلى كتير حرفيا ماتوا من قتاله من الانفجار الاخير ده. وكابو كده بيبص لها انت لسه عايزه تبقى مقاتله صح؟ مره واحده كده بننتقل لمكان غريب، وده اسمه مشروع سوليد، ونروح للكائنات الغريبة اللي هي بتسيطر على الكوكب كله. وبنرجع بالزمن كده وبنعرف ان كابو كان من افضل المحاربين زمان، وبنشوف كده نفس الشعار اللي كان في ايد ابو ناتسومي مع الآلي اللي كان موجود قبل كده من زمان قوي، من اكتر من 7 سنين. وبيقول له كده ان هو مش هيرجع للمعركة تاني. ومن 7 سنين كده بيتكلموا، وفي واحد كده بيسأل تعرف ايه عن كسر الحدود ومشروع السوليد؟ واحد كده بيقول له واحد نزيه زيك المفروض ما يعرفش حاجة زي كده، لو حد عرف ان انت عارف حاجه زي كده هتموت وهيقتلوك. نرجع كده للشخصيات اللي موجوده في السوليد. بس قبل ما نتكلم بس عايزين نوقف كده الزمن هنا ثانيه واحده عشان نفهم يعني ايه السوليد. السوليد ده من زمان قوي كان فيه ذكاء اصطناعي، والذكاء الاصطناعي هو اللي سيطر على كل حاجه حرفيا. والكائنات دي كل واحد دي شخصيه زي البشر، وبيتحكم بانسان موجود او بشخصيه في العالم الحقيقي. فكل الكائنات ديت بيتحكموا في شخصيات موجودة على الأرض عشان يسيطروا على الأرض، وفي نفس الوقت هم برضو اللي بيسيطروا على الكائنات. وحرفيا البشرية كلها عبارة عن لعبة بيلعبوا بيها، عمالين يتسلوا كأنك في لعبة عادية بتستخدم شخصية، بس هنا هم بيستخدموا البشر شخصيات وبيقاتلوا كائنات غريبة. يعني من الآخر يا صاحبي ده كابو تمام، وده كابو دلوقتي. أما بقى ده برضو كابو بس من 7 سنين. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج انت شايف ايه؟ ده هو ده ده انا هو ده. ده هو ده ايوه يا حاج، ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ بيكمل كلام كده بيقول ان الشخصيات اللي في العالم الحقيقي اللي هي على كوكب الارض اللي هو احنا دلوقتي لو اتقطعت او حصل لها اي حاجه انت هتحس بنفس الالم في شخصيتك الحقيقيه. وللعلم سوليد دي موجوده في قمر صناعي فوق الارض، وممكن تفضل تتألم لغايه لما تموت، بس المقابل كبير قوي وهو انك بتكسر كل حدودك وقوتك بتبقى اكبر بكتير جدا.
وهو ده كسر الحدود في السوليدود، تبقى كده اقوى بكتير، يعني هتحصل على قوة كبيرة مقابل انك تخاطر بحياتك. وبنشوف ان كابو كده بيقول ما جربتهاش صراحة، وبيبدأ كده القتال، وبنشوف كده ان كابو في حتة تانية خالص. يا جماعة الراجل ده جبار، وللعلم هو كان القائد بتاعهم اصلا. وبما انها لعبة ففي تصنيف لاكتر الناس قوية او بتقتل في الوحوش، وكابو طبعا هو تصنيفه رقم 1، هو اقوى واحد اصلا في المنظمة. وبنعرف كده ان في واحد اسمه مايكي عمال تصنيفه يعلى جدا، وفي مرة واحدة كده دخل بالشخصية بتاعته الاساسية اللي هي في القمر الصناعي، ويقول ان هو عايز طريقة كده يقوي بيها نفسه ويعلي قوته بيها. ودخل على كابو وبيشوف كده ان هو فتح شاشة اصلا على مشروع اللي هو تخطي الحدود. وبنعرف ان كابو كمان اتخطى حدوده هو كمان عشان يبقى رقم 1، وبيفضل كده يتحايل عليه وبيقول كده ان هو مش عايز يفضل جزء في اللعبة، وفي ناس بتتحكم بالعالم كله وهو مجرد جزء عايز يتخطى حدوده ويقتل وحوش اكتر علشان يسيطر هو على العالم. يا جماعة العالم دي بتتخانق مين يسيطر على العالم ويسيطر على البشر. بيقول ان هو في الاخر ممكن يتم استبداله باي روبوت تاني، وبيعرفوا كده طريقة وبيقول له ما تعديش 20% في تخطي الحدود عشان هتبان جدا. ونشوفه كده وهو بيقاتل وبيوصل ل 60 و70%، وطبعا باين على الشاشة، كل الناس بتتفرج عليه وهو عمال يبدأ وقوته عمالة تزيد. والقائد الأعلى هنا بيقول له لا حاجة لوجود أي خطأ في هذا النظام وهذه اللعبة، أو بالأصح هذا العالم، وبيقول إن ما ينفعش حد قوته تزيد عن قوة البشر بكتير الطبيعية. وبيفضل كده يعذب فيه، وطبعا جسده الحقيقي بيتعذب كمان معاه. وبنعرف ان في كذا واحد بس من المصنفين هم اللي بيعرفوا يكسروا النظام ويخترقوه ويهكروا اصلا الشخصيه اللي موجوده على كوكب الارض، وبيتخانقوا كده على مين عرف اصلا ومين عرفه الحوار ده. وبعد كده القائد بيحول مايكي لخردة، وللعلم مايكي هو اللي احنا شفناه في اول الانمي اللي ابو ناتسومي شافه، لانه بعد ما هيحوله خردة هيرميه من القمر الصناعي وينزل على الارض. والقائد بيأمر بتشتيت كل المصنفين، وفي اللي هيتسجن وفي اللي هيتعذب. وكابو بيقول له طب انا مالي انا وفريقي، ده فريقي اللي انا كونته في السنين اللي فاتت. فهنا بيقول له انتوا كلكم متراقبين وما عادش خلاص ليك تصنيف تاني. وبيأمره ان هو الصبح هيقعد يصلح دروع اساسا، وبالليل هيجمع الاخطاء بتاعت الروبوتات، لان في شخصيات بتعمل حاجات غلط وفي روبوتات بتبقى متصنعه غلط فبتتحكم بشخصيات بطريقه غلط، فلازم يقتلهم ويسترجع حاجه اسمها الرقاقه اللي هي بتسيطر على البشر بيها. اظن ان انا طولت عليكم في الشرح جدا، يلا نرجع بقى للعالم الحقيقي. واخيرا بنرجع للوقت الحاضر، وبنشوف كده ناتسومي لسه عايزه تنضم للجيش، وبتساله انت قوي ليه كده وازاي واتضربت فين. ولما بيرفض يقول لها كده بتهدده كده بانها تفضحه هو والكلب بايبو، وبتقول له كده انت هتتقتل بالخيانه لان الكلب ده هيبقى كلب مشوي حرفيا وانت تتشوي وراه. وهو كده انت بتهددين انا ولا ايه يا بنتي، انت حته بشريه. وبتجري كده وراه علشان تعتذر له كده وتفهمه ان هي بتهزر، ان هي عمرها ما تاذيه او تاذي بايب كده. وبنشوف كده بتروح كده تشتري الاكل، يا الاسعار ولعت كده ليه. مرة واحدة كده بتبص كده جنبها بتشوف كابو كده بالليل وبتمشي كده وراه، وبتشوفه كده وهو بيسترجع البطاقة من شخص من الأشخاص وخلاص بيقتله. وطبعا هي ما تعرفش إن الشخص ده أصلا مش بشري ومجرد روبوت، أو بالأصح الاتنين روبوت اللي خد منه البطاقة وهو. ولما بتوقفه كده بتقول أنت كنت بتعمل إيه، وبيقول لها كده ما كنتش عايز أعمل كده بس أنا مجبور على حاجة زي كده. بس بيستغرب كده إن النظام ما طلبش منه إن هي تموت، ولعلم النظام ده موجود في كل الشخصيات، فمستغرب هو ليه ومش معتبرها اساسا خطر عليه ليه، او ان هو يتخلص من الرقاقه بتاعتها. لان اي بشري او اي كائن بيعرف بخصوص النظام او بخصوص الكائنات اللي هي تتحكم بالعالم وان العالم ده مصطنع لازم يتخلص منها، والنظام بيدي امر بالتخلص او قتلها. هو مستغرب ما هي عارف كل حاجه، طب ليه؟ ومره واحده كده بتقول له انت ازاي تسرق؟ ايه اسرق؟ ازاي تسرق يا اسطى؟ الراجل قول لي لو مش معاك فلوس اسلفها، خد انا كنت هشتري بيهم اكل بس مش مهم، المهم انت ما تسرقش. هو عمال يضحك، هو اساسا مش متخيل ان هي فكرت ان هو بيسرق، وهي كده بتتعصب فبيقول لها كده خلاص ما عدتش هسرق تاني، يلا ارجع لي البيت. وبنرجع لكابو كده في القمر الصناعي كده وعمال يدور اساسا هو فين الرقاقة اللي بتتحكم في البشرية دي. عمال يدور كده مش لاقيها، ايه ده؟ ازاي النظام ما قررش يقتلها؟ وبنكتشف كده ان اصلا الرقاقة اتشالت من دماغها. هو بيتصدم، مفيش اي بشري معاه اساسا التكنولوجيا اللي يشيل بيها بطاقة زي كده. في ايه وايه اللي حصل؟ حتى لو هي افتكرتني ان انا سارق اتسترت عليا، المفروض النظام كمان يتخلص منها لان هي اتسترت على مجرم سرق.
وبنعرف ان النظام ده بيتحكم بكل حاجه، وهو بيدور كده في النظام بيجيب كده اخر حاجه الرقاقه سجلتها. وبنعرف ان اخر حاجه خالص سجلتها لما والدها شال الرقاقه لما هي نزلت على الارض، وبيستغرب ان ابوها جاب التكنولوجيا دي منين وعمل لها العمليه اساسا قبل ما هو يموت، لان هو اكتشف النظام واكتشف حاجات كتير في النظام. يا ابوها شكله حاجه جباره في الانمي، ومش عارفين هو مات ولا لسه، وهو ذات نفسه قال ان مفيش اي تاكيد عن ان هو مات او لا لغايه دلوقتي. وبيعرف ان هي خطأ في النظام لان حرفيا هي مش موجوده على النظام اساسا. وبعد كده بيقرر ان هو ياخدها للقتال كده وهي خايفه اصلا من الغدول، وبيعرفها كده ان هو لما يحس بالخطر بيفعل منطقه حواليه وهي عباره عن منطقه كهرومغناطيسيه بتقلل الجاذبيه وبتخلي الكائن ده هو اللي يتحكم بكل حاجه، والخزان اللي هي بتكون لابساه ده هو اللي بيتحكم هو كمان بالمنطقه. فمن غير الخزان ده انت هتموتي، هو اللي بيخليكي تعملي كل حاجة وتتحكمي بالجاذبية بتاعتك، ولازم تسحبي منه الدم علشان الدم ده هو اللي بيشغل الخزان وكل حاجة، ولازم تقربي منه علشان تقتليه وتسحبي منه الدم. لو هي من بعيد مش هتعرف تعمل معاه اي حاجة نهائيا. وبيخلص عليها طبعا، ولما بيقعدوا كده بتقول كده ان هي دايخة، وهو بطلي السياح بقى، بطلي السياح بقى، مش انت اللي طلعت من المطبخ، خلاص اشتغلي. وبيرمي لها الشنطة كده وبيقول لها يلا بقى روحي اشتغلي بقى، يلا يلا لوحدك. وبتقعد تجرب طبعا وبيطلع عين اهلها، وبالليل كده بتحكي كده لصاحبتها عن اللي حصل وتقول لها كده بلاش تتكلمي، ها هيحصل لك زي ما حصل لابوكي على فكرة، ها بلاش تتكلمي كتير عشان سمعنا كتير ان ابوكي كان بيدور في حاجات كتير ما ينفعش يدور فيها. وبعدين سيبك من حوار القتال ده مش بتاعنا يا بنتي، احنا هنموت. واليوم اللي بعده كده بنشوفها بتكمل كده بس ما بتعرفش تتحكم بالجاذبيه وبتتنفخ حرفيا، وهو اصلا عمال يفكر انا غلطت ان انا علمتها ولا ايه، ده غلط على البشر، البت دي على الله. وتقول ان هي نفسها تبقى زي واحده كده اسمها كوريناي، وهي دي اصلا اقوى واحده حرفيا من جسم النقالون في الجيش، وهي عرفت تنضم للجيش وبقت من اقوى الشخصيات حرفيا. وهو بيقول لها تحب اكلمها لك؟ طيب انا كده كده عارفها. بتقول له بطل كدب بقى، انت تعرف واحده زي دي منين؟ ده حرفيا من اقوى الشخصيات في الكون. ويقول لها طب خلاص تحبي تستسلمي، خلاص خلصنا بقى. وبتقول له لا لا لا، ده انا هبقى اقوى منها كده كده، انا بفكرك بس ان هو ضعيفه اكتر ولا اقل. وبيقعدوا كده حوالي شهر كده يتدربوا، وهي حرفيا مفيش امل منها، مفيش، ده على الله. المهم كده بعد مده بتعرف تقتل كده غدول لوحدها. وللعلم بس هو الغدول ده اللي موجود ده كان غدول تدريبي، يعني اضعف حاجه في حاجه اسمها غدول، هو حرفيا ما بيعملش حاجه. وطبعا الطوبه بتقع عليها بتموت، بت على الله والله العظيم. بنشوف قائد النظام كده اللي هو اسمه هوغن، وبيقول له كده بقالك 15 يوم ما تخلصش من اي خطا او اي شخص ليه. وكابو بيقول له هو انت كلفتني بحاجه؟ ها لا مؤاخذة يعني انت كلفتني بحاجة؟ فبيقول له مش انت المفروض اصلا تكتشف الخطأ بنفسك وتبلغ عنه وتتخلص منه، لان النظام اكيد مش هيعرف كل خطأ، وفي شخصيات اصلا اتولدت من غير رقاقات فلازم تكتشفها بنفسك. وبيقول له كده ان النظام ده هو اللي بيحمي العالم ومن غيره انتوا هتموتوا، انا بحاول اسيطر على النظام وعلى البشر، لان لو البشر اتفلتوا مننا ممكن ما نعرفش نسيطر عليهم تاني. انت مش فاكر ان هو من 500 600 سنة تعبنا ازاي عشان نعرف نسيطر عليهم ونسيطر على التكنولوجيا والقنابل النووية بتاعتهم؟ وتاني يوم كده بتروح للقائد كده وبتلبس الكلب لبس كده علشان محدش يعرفه ان هو متنكر، وهو لا لا والله كده محدش يعرفه يعني. وبتقول له محدش يعرفه، وانها مش عارفه تقاتل اصلا بسبب ايديها وتكون عقبه في القتال. فبياخدها كده في مكان فقير جدا مليان بالمتشردين وهي خايفه ايه ده فيه ايه، والبت بتكون على اخرها وهو عمال يضحك اساسا. وكابو كده بيخش على واحد كده وبيقول له كده هستخدم الغرفه اللي جوه يا اسطى ماشي. وبيخش كده وهو بيقعد كده مع الغدول بره، والغدول كده هو اللي خاف منه اصلا، وبيغير لها كده الايد القديمه بواحده جديده ويخليها اصلا حرفيا زي السلاح وبتتحول، وكمان بتعرف تبدل من بين الاشكال بتاعه الاسلحه في ايديها في نفس الوقت. وبتطلب كده منه ان هم يجربوا كده السلاح الجديد بالعافيه. ولما بيطلع كده اليوم اللي بعده كده بيحصل هجوم عليهم، وده علشان بنتنا فقر 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 فقرة كانت رايحة تجرب السلاح لقت هجوم سبحانه. وبيهرب الكلب اللي هو الغدول اساسا الصغنن بايب، وهي بتجري وراه كده عشان تلحقه. وكابو كده بيكلم القائد بتاع الجيش حرفيا مرة واحدة وبيسأله كده عن مكان الغدول اللي معاه، وبنعرف ان هما بيقدروا يعرفوا اماكن الغدول كلها حرفيا. ما طبيعي يا جماعة لان الغدول هم كمان محطوط فيهم شريحة وبيتحكموا بيهم. بنعرف ان هو لقاه اصلا من 6 سنين وهو بينظف بالصدفة. نشوف كده البت عمالة تنادي على بايب وبتقابل كده كابو وبيقول
لها كده على المكان اللي هو هيبقى فيه، المكان ده كله هيبقى حرفيا ساحه قتال، امشي والمكان هيتدمر بسرعه وممكن تموتي. وبتزعله كده ان انا بتدرب ليه بقالي شهر، ها ليه انا داخله في الحرب دي. وبيقول لها روحي روحي كده يا جزمه، كده انت مش معاك اي الات ولا اي حاجه تعرف تخش بقى القتال، يلا روحي روحي. وبيسيبها كده وبتمشي، وهي ماشيه كده بتلاقي مدفع كده وحاجات كتير كده، يا الله، وبتضحك ضحكه خبيثه حرفيا. وتخش كده القتال وفي 2 كده بيضربوا الغدول قدامها، وهي مفكره ان الموضوع سهل جدا، لغايه لما الغدول حرفيا قتل واحد قدام عينيها بكل سهوله. ولما بيبص لها كده بتضرب عليها كمان، ان هي بتخاف اساسا، وبيطلع فقاعه وبتبوظ الجاذبيه، وطبعا الضربه ما بتجيش فيه، وبتفتكر كلام كابو ان هي لازم تهاجم من مكان قريب جدا، وبترجع كده للواقع وبتجمع كده قوتها وبترجع للقتال تاني، وبتخش كده في القاعه بتتفادى كده كل الضربات كلها كده بطريقه ولا اروع، وبتضرب كده الغدول. وهنا الكل بياخد باله، حتى البت اللي اسمها ناتسومي اللي هي عارفاها في اقوى واحده في الفريق ده ونفسها تكون زيها، وبتهزم كده الغدول وبتفرح قوي. بيخش كده غدول تاني وبيهجم كده عليهم وبيدمر المكان، بس كوروناي هنا بتخش تقاتل الغدول وبتهزمهم بكل سهوله، وهي بتتفرج كده عليها وبتقول ان هي مذهله حرفيا جدا. وبتخش كده تقول لها كده عاش عليك، انت مين بقى؟ وبتقول لها كده انت ناتسومي صح؟ وتقول لها كده انا ناتسومي، وشرف ليا جدا ان انا قاتل جنب واحده اسمها كوريناي، حرفيا اسمها اشهر من العالم. وبتقول لها كده ما شفتكيش قبل كده ليه؟ انت من انهي بقى واحده؟ فبتقول لها كده انا الصراحه ما انضممتش للجيش اساسا، كمل ان هي حساله وعشان ايديها مش هتعرف تنضم. فكورناي هنا بتقول لها حساله؟ امال مين اللي معايا دول؟ ما حساله بقى ايه امين احنا؟ تطلب منها كده انها تنضم وان هي تبعت ورقه كده للقياده علشان تضمها، وناتسومي كده بتشكرها جدا، وتروح كمان تشكر كابو على كل حاجه. وكورناي هنا ايوه كده اشكرك كابو مين؟ تعرف كابو منين يا بت؟ وبتجري على كابو، وكابو حر سعران، سيبيني بقى الله يخرب بيتك. الغدول هيقع قدام الناس، وبنعرف كده ان الحصن اتجه لمكان كله جليد، وبالاصح عند جبل ايفرست علشان يصفي الغدول كلهم، وان ده الحصن الاخير للغدول، ولو صفوهم هيقدروا يصفوا الغدول كلهم للابد ويسترجعوا الكره الارضيه. وكوروناي هنا بتشرح كده ان في حرب كده هتحصل كبيره على قمه الجبل هناك، وبنعرف كده من القائد المحاربين ان معظم المحاربين كده هيموتوا في الحرب دي. وكابو كده عرف ان ناتسومي هتموت اجباري. وقائد المحاربين هنا بيقول لكابو ان هو كفر عن ذنبه خلال 7 سنين، وممكن يقدم طلب عشان يضم المحاربين تاني ويرجع اللعبة من أول وجديد، ويشفقوا بقى من الشغلانتين اللي هو شغالهم. زائد إن الحرب هتبقى صعبة على المحاربين الموجودين دلوقتي، ولازم يرجعوا المحاربين القدامى اللي اتصفوا من 7 سنين. نعرف كده إن ناسمي كده اتضمت للفرقة السادسة، وحرفيا مع 3 من ميتين إكلينيكيا ولا حاجة، مش عارف هما بيموتوا بجد والله يا جماعه، بيموتوا يعني شكلهم زي الزومبي. وتسلم عليهم كده، بس السلاح بيشتغل مره واحده كده، والقائده كده بتاعتها بتزعق لها لان هي ما عرفتش تستخدمه. بتكمل كده حتى السلاح اللي ما تعرفيش تستخدميه ملهوش منه فايده، وانت كل قراباتك مالكيش منك فايده ومش مقتنعه بيها. وروح يلا روح احسن ما تموتي بقى وموتينا معاكي. وللعلم انا مش هنقذك في اي وقت في اي حرب، انت هتكوني سبب في موتنا فهسيبك تموتي. وبنشوف كده بالليل كابو كده بيروح لها كده بيقول لها ان هي ما تشاركش ومفيش اي سلام هيحصل، وان كل اللي بيحصل ده اساسا وهم، وان الناس هتموت على الفاضي وانها لعبه. بس هي ما بتفهمش اي حاجه. وبيكمل كده ان القيادات حطكوا في حاجه زي كده عشان الضعيف يموت ويبقى بس الاقوياء، لان بكل بساطه ما فيش مواد اصلا تكفي الحته، فقرروا ان هم يتخلصوا من جزء من البشر والكائنات. وبتقول له انت كداب، وبتقول له الحصن هناك واحنا متاكدين. وهو انت فاكره ان الحرب دي بقى لها كام سنه ولا 100 ولا 200 سنه؟ يا بنت الحرب دي بقى لها سنين سنين سنين، وكان في اسلحه نوويه وما عرفتش تقف قدامهم. انت جايه انت بحته مصنع ولا حبه اسلحه هتفكروا ان انتوا تعرفوا تنهوا حاجه زي كده؟ وبترفض كده كل كلامه، وبتقول له كده انت كداب قوي. وبيتخانقوا كده لغايه لما بيحس ان هي هتموت حرفيا، فبيكسر كده الخزان بتاعها اساسا عشان ما تعرفش تعمل اي حاجه. وبتروح كده لكوريناي كده وبتقول لها ان هي اصلا مش هتعرف تشارك في القتال، وهي بتقول لها كده ده قرارك انت متاكده؟ بس اهم حاجه بتقول لها وهي ماشيه كده بتقول لها اغسلي وشك بس من كتر الرياضه عشان يبين قوي ان حصل حاجه. فبيفضلوا كده يتكلموا كتير، وناتسومي كده بتمشي وبتفضل كده تفتكر كلام ابوها عن السلام وعن الارض، وان هي ازاي جميله جدا ان هم لازم يحرروها من الغدول. فبترجع تاني للبت وتقول لها ان هي هتقاتل معاهم كده وبتسرق لحمه كده من الولا متضايق قوي. بتديها كده لناتسومي كده وبتقول لها ممكن بقى استلف منك فلوس معلش اصل الخزانه اتخرم. وكابو كده بيشوفها كده داخله القتال مع المحاربين، وتشوف كده احلى قتال في الانمي حرفيا، فخم وفخاميته
حرفيا ابداع من الرسم والتحريك والقتال وكل حاجه. ونشوف قائد الفريق كده بيسأل عن المهام، وبنعرف ان في كده فرق اتبدت حرفيا بالكامل بسبب الغدول اللي اسمه الفا. وللعلم الراجل دوت من ضمن المتصنفين اللي كانوا اصلا مع كابو قبل كده، وبيكون مستغرب قوي. ونشوف الفرقه السته اللي البت فيها كده داخله على الغدول الفا، بس هم كلهم بيتفاجئوا ان كل الفرق اللي قدامهم اتبدت حرفيا كلهم موتى، مفيش ولا واحد حتى عايش. بيبدا كده القتال، بس بيحصل حاجه غريبه قوي، ان الغدول بيهجم على الخزانات بتاعتهم وكانه فاهم كل حاجه. والقائده كده بتقول لهم انسحبوا، بس ناتسومي هنا ما بتسمعش كلامها خالص، وبتخش قتل الغدول غصب عن كل حرفيا، وبيرمي كده جثه عليها، وبعدها كده كان بيجهز عليهم حرفيا عشان يموتهم كلهم. وبتخش كده القائده بتاعتها اساسا وبتاخد الضربه مكانها، مع انها قالت لها قبل كده ان هي مش هتنقذها نهائيا، وتقول لها عشان كده ما بحبش الاطفال وقلت لك ما تخشيش القتال وانت ما بتعرفيش تستخدمي الاسلحه بتاعتك وانت فاشله. فالناس ما هي تكون زعلانه جدا ان كل ده كان بسببها، وهي قالت لها ما تخشيش وترجع. ومن كتر الزعل كده بتخش تهجم عليه كده وبتتفادى ضربات حرفيا بشكل اسطوري جدا. ايه العظمه دي يا بنتي؟ طب ما كمل اول بدل الست اللي اتنفخت من شويه مكانك دي وبتموت. وبتمسك كده ديلها كده وبتضربها كده من وراها، بس هو بيشيل الرمح حرفيا وبيشفي نفسه ولا كأن حاجه حصلت. لا وكمان ايه، بيمسك الرمح وبيهجم عليها بيه اساسا. وايه يا ابني الابداع ده؟ بس بيخش كده كابو بينقذها في اخر لحظه. ايه ده يا ابني؟ وانت جيت امتى ولا ازاي؟ حرفيا في ابداع في الانمي ده يا جماعه. نعرف ان هو من ساعه بالظبط كان بيتفرج على الشاشات اساسا، لان هم كانوا حرفيا بيلعبوا بالبشر فكانوا بيستمتعوا. بس لا دخل الحرب اساسا وسال ميناتو كده قائد المحاربين هو ممكن اقتل اصلا قائد الضباب من غير ما النظام يعرف؟ فبيقولوا اكيد لا، لان النظام قرر ان كل البشر هيموتوا، وبالاخص البشر اللي هجموا على الفا، وبعديها هيرجعوا منسحبين لان هم خسروا. وبيقفل في وشه السكه كده ويبدا القتال، وكابو كده بيكتف حرفيا الفا. ايه يا ابني الابداع ده؟ فالفا كده بيزود الضباب، وكابو كده بيخطف نفسه من كده وبيهرب، بس بتقول له صحابي كده لسه هناك، وبيقول لها كده سيبك منهم يموتوا عادي، كده كده الفا مش هيسيب اي حد. وبتفتكر كده ان القائده بتاعتها اصلا بتموت، وبتقول له كده في جمله غريبه جدا ان هي هتعمل اي حاجه عشان توصل لاقصى قوه من قوتها اساسا عشان تنقذ البشريه. وهو بيفتكر صاحبه اللي كان قال له نفس الجمله بس بدون حوار ينقذ البشريه دي، كان بيلعب بالبشريه الصراحه. وبترجع كده للقتال وبيخشوا كده وبتروح لهم اصلا وبتقول لهم كده يلا نمشي من هنا بسرعه عشان هنموت كلنا. وبتشوف كده كابو بيخش يقاتل الغدول لوحده حرفيا، وميناتو كده بيقول له انت بتعمل ايه لوحدك يا ابني؟ في ايه؟ وبعدين انت بتفكر في ايه؟ هو هتكون بتفكر ان انت هتقتله، لان لو قتلته هيقتلوك. ايه انت هتموت عشان حته نقاله بشريه؟ دي حتة لعبة يا ابني بنلعب بيها فوق. النظام ده كله وهمي اصلا من اختراعنا. ونشوفه كده بيعلي قدرته كده وبيستخدم الاسلوب المحظور اللي هو اساسا اتمنع من استخدامه، والتاني عمال يزعق ويقول له ايه اللي انت بتنيله ده؟ الخطة ما ينفعش تتغير باي سبب من الاسباب، هيحصل كارثة حرفيا. وبنشوفه كده بيتخطى حدوده بالكامل وبيضرب كده الغدور مرة ورا التانية حرفيا ابداع لما بيموتوا قدام الكل، وكله مستغرب ايه القوة دي. وبنعرف كده ان الالفا لما يموت ملك المنطقة بيتحرك، ونشوفهم كده اصلا في القمر الصناعي كلهم مستغربين ايه اللي حصل وازاي الغدول ده يموت. واصلا كده في مشكلة كبيرة ان الغدول اللي هيظهر دلوقتي هو تحت الاختبار، ومصمم ان هو ما يخرجش اصلا دلوقتي. المفروض ان الفا يكون اقوى من كل البشر حرفيا اللي موجودين ازاي ما، وكانوا مصممين الوضع ان الالفا يقتل معظم البشر بس هم ينسحبوا وتفضل بعض الاجناس موجوده علشان يفضلوا يلعبوا بيها. بس في الحاله دي احتمال كل يموت، مش مجرد كام فرقه بس، كلهم كده بيهجموا عليه بس طبعا بلا اي فايده. وهو هنا قائد النظام حرفيا بيفهم كل حاجة، وبيعرف ان الغدول بيضربهم بالليزر. ايه الابداع ده؟ وبيقتل كده نص المحاربين بضربة واحدة. ايه يا ابني اللي انت نيلته ده؟ انت حرفيا عشان تنقذ واحدة هتبيد البشرية كلها. نشوف قائد المحاربين كده مش عارف ينيل ايه، ففي واحد كده بيقول نبعت للمقر الرئيسي ونطلب منه يوقف التشغيل، والمقر الرئيسي ده اللي هو اصلا في القمر الصناعي. والقائد بيقول له لا ما ينفعش، ما عادش فيه اصلا حد هيقدر يوقف لا المقر اللي في القمر الصناعي ولا المقر اللي في الارض التاني. وبنرجع كده الكاو ايه فيش خد يلا هنا سلاحك ده حلو يلا غرفه 60 ده انت. تاني بيصوت حرامي ويروح كده يضربه الغدول ومنته كده بيضرب بالحصن، وبيعرفوا كده يزنوه في اخر لحظه. بس المشكله هنا مش فيهم، المشكله ان الكل عرف ان هو خاين وبيحاول ينقذ البشريه. وبيتشال كده مره واحده عنهم المجال لما الغدول بيموتوا، بيشوفوا كده ان الغدول في كل حته في العالم قدامهم، وان هم مش ماتوا ولا اي حاجه زي ما هم كانوا متخيلين، وان ده الحصن الاخير. وهي بتفتكر كلام كابو القديم لما قال لهم ان انتوا بيتلعب بيكم، انتوا مجرد لعبه.
ومره واحده بيقول لها خدي بالك من البايب، ولسه بتبصله بيختفي مره واحده. وبعدها كده بنشوفه مع قائد النظام واللي هو اساسا خان هوغن، ويقول له كده اتكرر ورايا، العالم ده مش محتاج لاي خطأ، ولازم يمشي على الخطة والنظام اللي احنا حطيناه، لازم اللعبة ما تنتهيش ونفضل نلعب، مفيش حاجة نتسلى بيها غيرهم. فالتاني بيرد عليه بيشتمه، فبيقول له بس يلا يا ابن والغراب مرة واحدة بيضربه بيقتله حرفيا بضربة صاعقة. ايه البرق ده وجه ازاي وايه الغراب ده اساسا؟ وهنعرف ان الغراب ده حاجة مهمة جدا قدامه. وبنرجع بقى للشخصية الأساسية بتاعت كاب وهي في القمر الصناعي، فبيقول له انت لازم تموت زي صاحبك قبل كده وتترمي خردة في الأرض حرفيا وترجع للمكان اللي انت حاولت تحميه، بس في حد من قادة النظام اتدخل ومنع موتك، فانت هتتسجن وتروح لمنشأة الإصلاح عشان تتصلح هناك وترجع تاني. وبيرميه كده فيها حرفيا، وبنشوفه كده هناك بيتعامل زي العبيد حرفيا، بينظف المخلفات وبيشيله ويحطه حرفيا في سجن، وبيفضل كده على الحال ده شهر كامل. بس طبعا هنختصر عشان كل اللي بيحصل في الشهر ده حاجات تافهه. وبنعرف كده ان في طريقه كده يخش بيها اللعبه بين تاني، ونشوف المصنع بتاع الغدول وهم بيصنعوهم اصلا، وبنعرف ان كل حاجه مصنعه فعلا زي ما كابو قال، العالم كله مصنع. وبنرجع كده للبت وهي قاعده حزينه هي والقائده بتاعتها اصلا عشان كابو. بنشوف كده كابو بيتحايل على واحد كده علشان جهاز يدخله اللعبه. يا جماعه دول بيلعبوا بالبشريه حرفيا، وبياخدوا كده المكان غريب، بس بيشوف دون، ودون ده هو اللي كان في فرقته اساسا، وبسببه هو اصلا اترمى في المكان ده من 7 سنين، وهو اللي كان متصنف معاه اساسا من اوائل الناس في العالم. فاول ما بيخش ايه ده، قلبي بنفسه جاي، لا اله الا الله، ده انا هنفخها انا، يلا تطلعني وتخليني من اوائل العالم واوائل اللعبه، وفي الاخر تسجني 7 سنين هنا، ده انا هطلع. من الواضح ان في ناس كتير قوي بتكرهه، لان هو كمان بعد المشكله اللي عملها من 7 سنين فضل يدخل الناس المنشأة دي ويقتل ناس كتير، وهو اللي مدخل معظم اللي موجودين في السجن، وحرفيا كان بيتعامل زي الحسالة في الشهر اللي هو كان فيه كده. ودون هنا بيقول له انت هنا ليه اصلا، بس كفضول بس قبل ما انفخك، فيقول له اللي هو عايز ينتقل للارض حالا. ودون انت بعد ما جبتنا هنا كلنا جاي تقول لي بكل بساطه ان انا اساعدك وارجعك الارض؟ والتاني بيقول له اه. الكل بيضحك عليه، يعني ما اقنعني، يعني هو بالنسبه لي انا اقنعني. وبيحصل كده قتال ما بينهم، بس هعديه عشان هو هزلي قوي الصراحه اطفال. المهم بيكسب فيه كده كابو، دون هنا بيقع وكان هيموت حرفيا، بس بيلحقوا حوارات كده وبيشغلوا اللعبه كده وبيرجعوا، بس في جسد غريب كده من عرق الوحوش كده، بس بيكون اتاخر قوي وفي حرب ما بينهم اصلا وبين الغدول، وعدوا كمان من الحصن وعمالين يقتلوا في الناس موت. وبيدخل كده كابو بيهجم كده على واحد منهم، بس كان بقى على الناس كده، فناتسو هنا بتتدخل وبتوقع في حته تانية خالص، وكابو كده بيحاول يتصل كده على ميناتو، بس المشكله ان الحساب بتاع الشخص ده ضعيف جدا، رتبته ضعيفه، فمستحيل يعرف يوصل لقائد عظيم زي ميناتو. فالاتصال بيترفض تاني، فبيروح له كده بنفسه وبيساله كده هو في ايه والغدول دول بيعملوا ايه هنا. فميناتو هنا بيقول له دي مسرحيه عاملينها بس علشان نقلل عدد الناس، لان بفضل سيادتك عرفت تقتل في الغدول قبل كده، فالناس كتير مش عارفين نجيب لهم اكل ولا شرب، ولا عارفين اصلا نقفل حتى الحفره اللي موجوده قدامك دي، لان النظام قرر ان هو مش هيستغنى عن البشر، بس هيفضل يقلل اعدادهم عشان ما نقردوش، بس لا اكتر ولا اقل، عشان لو انقرضوا اللعبه هتخلص. وبناته مستغرب بس بيقول استنى ستوب، بس هو انت بتعمل ايه هنا وجيت بحساب مين اساسا، مين قدر يديك حسابه؟ بعدين انت زعلان ليه؟ دول مش من عرقنا، ده دول مجرد كائنات زباله زي البشر والنقلون وعرق وحوش وحاجات هبله. وكابو كده بيقول له هو انت اللي كلمت اوغن اصلا عشان ما يقتلنيش صح؟ وهو بيقول له اه ما اعرفش اصلا، هو عرفك ازاي؟ ولان انا مش عارف اعمل لك حاجه تاني لو نيلت اي حاجه، وصاحب الحساب ده هيتوقف وشرطه النظام مش هتسيبكم، فيا ريت تفصل بقى كده الهبل والحساب المزيف ده وترجع تاني في اقرب وقت. وبنعرف كده ان هم ما عندهمش اصلا موارد حتى تكفيهم علشان يعملوا اي حاجه الاكل ولا يسدوا الفتحه ولا اي نيله. وناتسومي كده بتقول لهم كده ممكن ناخد معادن من الناس كلها، والمعادن اللي بتبني البيوت والحاجات دي ممكن ناخدها، ما هم هيموتوا برضه لو اتسابوا، لازم نقول للناس. وبتروح كده عشان تقول لهم، بس بيقولوا لها كده مستحيل حد يطلع حاجه من بيته، دول مفكريننا اصلا مجانين ورايحين ننتحر مش بندافع عنهم. ايه ده؟ ايه مين دول اللي مجانين؟ ايه ده؟ مش انا يا اسطى اللي بقول هم، انا مالي. وناتسومي كده بتروح كده لواحد بتاع بناء بس بيطنشها اصلا، فبتعلي صوتها
انت يا راجل انت هبقى الحاج. بتقول له كده ان احنا عايزين ناس ومواد كده عشان تبني معاهم الفتحه عشان تقفلها، بس هو طبعا بيطنشها وبيتضايق لما بيبص على ايديها كده وبيقول لها معلش احنا مش فاضيين وعندنا شغل كده. وبتلاقي كده صاحبتها اصلا وبتعرف منها ان الكل خايف وبتقول لها كده ما انتوا اصلا هتموتوا، انتوا اغبياء، انتوا ايه اللي خلاكوا تقاتلوا من البدايه وانتوا اللي رحتوا اساسا للمكان الجليدي من الاول، فناتسومي كده يعني هتساعديني. فصاحبتها كده لا ما انا قلت لك الكل بيخاف ولا انت ما بتسمعيش ولا ايه. لا وكمان بتكمل ان هي اصلا بتكرهها لانها بعدت عنها وهي كانت صديقتها الوحيده، وبعد كده بقت وحيده بعد ما هي مشيت وسابتها. وبنشوف كده البت اللي كانت بتتريق عليها بتقول لسه فاشله زي ما انت مش هتتغيري. وبتخش عليهم كده انا سالت ناس كتير وده كل اللي عرفت اجمعه وانا اسفه، بس بتتفاجئ ان الكل اصلا عامل زيها ولف المدينه وجابوا حاجات كتير اصلا. ويخش الراجل كده مره واحده الراجل الكبير اللي رفضها اساسا ومعاه كل الحاجه اللي هي طلبتها والعمال كمان وبيعتذروا لها. ايه الابداع ده. وكمان الراجل اللي اشترت من عنده اصلا الدراع بتاعها كمان بيساعد وبيقول لها كده الحوار ما يخصنيش الصراحه، بس البنات القمر دي الصراحه جولي وقالوا لي هنعمل لك اي حاجه يعني. وطبعا كابو بيراقب ده كله وبيبداوا كده يصلحوا الحاجه سوا. ونروح كده لميناتو اللي بيكشف اصلا ان الفتحه بتتقفل بسرعه وبيتصدم ايه اللي بيحصل ده، الناس دي لازم تموت والفتحه دي لازم ما تتقفلش. وهو مستغرب الخطه دي كانت متنظمه جدا، مستحيل يلاقوا اصلا مواد بناء ولا بني ادمين اصلا علشان تقفل الفتحه. وبيعرف ان النقالون هم السبب. وكابو كده بيروح لمكان ناتسومي كده وبيقرب منها كده، بس هي بتقول له على فكره بس لو قربت مني انا هصوت تمام، ده اولا هلم عليك الناس بيتحرش بيا وحوارات كتير كده وهلبسك في نصايب. وهو مش عارف يعمل ايه وبيديها كده لبن ويقول لها اتفضلي اتفضلي بس اشرب. وهي خايفه طبعا اكيد مش هشربه ده سم صح ولا مخدر وهتعمل فيها حاجه لما انام ويغمى عليا. ويقول لها كده كنت فاكرك بتحبي اللبن. فهي بتفهمه غلط، بحب اللبن ايه يا اسطى اللي انت بتقوله. فلما الدنيا بتبوظ منه خالص فبقول لها انا سمعت ده من كابو، وعماله تساله كده كابو ايه ده، لا ثاني هو فين وعامل ايه وهو في ايه ايه انا ما اعرفش هو فين. بس لسه بيكمل كده فباي بينط عليه كده وبيروح له بالعافيه وهو بيتكلم معاها، حست ان هو اصلا شبه كابو ولسه بتقول له كده بخصوص بايب. بيقول لها خلاص عادي عادي ما تخافيش انا عارف كل حاجه. وبيشربوا كده وهو بيتفاجئ ان طعمه اصلا حلو وبنعرف ان هو ما دقش اللبن في حياته قبل كده. وبتقول له بقى قول لكابو بقى ان هو طعمه حلو عشان ما بيحبش يدوقه، حتى ده شخص ممل لا بيحب يشرب اي حاجه ولا بيشرب سجاير ولا لبن ولا اي حاجه، ده مش موجود معانا اساسا في الحياه. بيفضلوا كده يتكلموا عنها كده وهي اصلا تفضل تتكلم عن اللي بيموتوا وان هي اصلا عايزه تبقى قويه علشان تنقذهم وكمان تنتقم لابوها وحوارات كتير كده. وبتفضل كده تعيط على الناس اللي ماتوا بسبب ان هي ضعيفه. وننتقل كده لمكان تاني اللي هو مكان التأديب، وكابو كده بيطلب من اللي موجودين يساعدوه كده علشان يفجروا اصلا مصنع الغدول. ايه يا اسطى اللي انت بتفكر فيه ده، مصنع غدول مين اللي نفجره؟ انت عارف محمي ازاي اساسا؟ ده موجود في جزيره والكل كده خايف، بس قائدهم هنا بيوافق وبيقول كده كده بايظه يلا بينا، مش دول حبسوني 7 سنين والله لا خاربها على ابوهم واللي جابهم. فالبت بتاعت الحسابات كده مزيفه يا جماعه مش بحب احبطكم بس احنا وسط ميه تمام، ده كده مبدئيا ومن فوق في انابيب تمام. احنا اصلا نازلين من الفضاء، نزلونا رمونا في المصنع عشان نفضل شغالين في المصنع، رمونا من الفضاء للارض، احنا دلوقتي تحت المصنع قشطه. واي حد بيقرب من المصنع ده من الخارج او من الداخل الشريحه بتاعته بتقف وبيموت تمام. البشر كلهم بيستخدموا شرايح، فاي حد عنده الشريحه هيموت وكل الناس اللي بره عندها شرايح، والانذار كمان هيصفر وليله سودا ساعات. فبيقول لها كده يعني لو حد من غير رقاقه مثلا او اتشالت من عنده هينجح يخش عادي صح. ويقول لهم كده شخصيتي اتشالت من عليها الرقاقه بسبب الغراب اساسا. وللعلم بس ميناتو مستحيل يشيل الجسد ده ويرميه، ميناتو اكيد محتفظ بالجسد ده عشان عايز يرجعني فيه تاني. وكمان انا عارف بنت كمان من النقالين اساسا الشريحه كمان منها اتشالت ومش عارف جابوا اساسا التكنولوجيا دي منين، اللي اعرفه ان ابوها اللي شالها. وهي بتقول له كده اكيد مش هصدق ان القاضي الفرسان اصلا يعمل حاجه غلط زي كده ويشيل جسدك، انت مين اصلا عشان يعمل حاجه زي كده، مستحيل يعمل ده كله. فبتسأل كده القائد بتاعها اللي هو اصلا ماسك المكان بيقول لها لا يعملها ده حسين انا عارفه، والتاني ده ابن كلب صدق عليه كل حاجه اساسا. وبنعرف طبعا ان كلهم كانوا في فرقه واحده زمان من 7 سنين، وهي انتوا عارفين بعض من زمان ولا ايه. والبت دي بتتكلم ميناتو كده وبتهكر كده حساباته وبتعرف كده مكان الجثث اللي هي بتخبيها وبتعرف مكان الجثه. وهو من هنا بيخش عليه وبيقول له عايزك،
هوبا ده شكله اكتشف الجثة والّا إيه، والباقي كده بيخش بحسابات مزيفة كده وبيرجعوا كده تاني الفريق اللي كان أصلًا موجود في أول الأنمي وناقصه كام شخص بس، وحرفيًا الفريق ده من أقوى الشخصيات في الأنمي، إيه يا جماعة الإبداع ده! وبيروحوا كده لمكان الجثث بس في كاميرات ودرونات كده عمّالة تلف رايح جاي وبتقول لهم كده ما تنجزوا يا جماعة يالّا بدل ما نتقفش، وبيستغربوا كده إن هي أصلًا عرفت تهكر النظام ده كله وماشيين بكل سلاسة، ولا كأن في أي حد يعرفهم أصلًا، وكأنهم فعلًا شغالين في المكان، وكمان إيه بتعرف تجيب الحسابات دي كلها وعارفة كل ده إزاي، وبنعرف كمان إن هي بلّغت عن مينات، وفي نفس الوقت ده بنشوف إن هوجن رايح يتأكد هو كمان ويشوف مكان الجثث لإنه شك كمان إن الجثة ممكن تتاخد، بُص في المخازن والرقاقة السحرية كمان اللي موجودة جواهم، بس المشكلة هنا طبعًا إن هُم كمان هناك وبيخشوا علشان كده يدوروا على الشخصية، وهُم خلاص رايحين كده واحد بيبُص تحت إيه ده لأ أنا باخاف من المرتفعات، لا برّه عني الحوار ده. هم طبعًا انجز يلا يا ولا إحنا في دريم بارك والّا إيه؟ لأ انجز، إحنا لو ما رُحناش جبنا الجثة دي دلوقتي إحنا حرفيًا هنتنفخ وهنبقى إحنا مكانها، ونشوف ميناتو كده ودون كمان بيروحوا كده علشان يجيبوا الشخصية بتاعته، وبينتهي المشهد الاتنين التانيين دول بنشوفهم أساسًا واحد فيهم بيشرب والتاني بيقول له إيه يا اسطى هو إحنا في كباريه؟ أنت فاكرني سفنار يعني وهاهزّلك والّا حاجة؟ إحنا في مهمة يا ابني هنموت الله يخرب بيتك. بس الغريبة هنا إن الصندوق بيتحرك وهو بيلمحهم وهي بتقول لهم كده أنا والله ما بلغت عن حد يا جماعة في حاجة غلط أنا ما بلغتش عليه، أنتم مفكرين إن أنا اللي بلغت ليه؟ وبنعرف كده إن هم كمان طلبوا الصندوق بتاعهم والصندوق خلاص رايح للرئيس فهيعملوا إيه؟ لازم يغيروا الشخصية بسرعة وبيجروا ورا الشخصية كده والواد كده اللي كان بيشرب كان بيقع ويصوت وبيعمل حاجات غريبة وهوجن خلاص خد باله إيه اللي هيحصل دلوقتي ده لو مسكهم هينفخهم وبيروح كده علشان يشوف في إيه ويفلي المكان حرفيًا، بس هم عاملين يجروا من مكان للتاني وبيستخبوا والواد جاله زغطة، أنت جاي تجيلك زغطة دلوقتي والتاني بيمسك بُقّه ولمّا فقد الأمل خلاص بيقتله، موت، موت يا ابن الجزمة. وخلاص لمّا الصوت وقف الرئيس بيقول خلاص هيمشي لإنه شكله كان بيتخيل مش أكتر، وكابو هنا بيروح يلحق الصندوق ولمّا بيوصل كده الصندوق بيلاقوه فاضي، إيه ده إيه اللي حصل ده؟ وبيلاقوا لعبة كده +18 ما لناش دعوة بيها إحنا فهوجن هنا بيقول له طب طالما أنت بتحب تلعب كده طب العب لوحدك ما تفرجناش يعني مش لاقي غير هنا وتخبيها يلا يا عم ماشي وبنشوف كده دون شايل الشخصية وماشي وطبعا هو شكله قلب الشخصية من الصندوق قبل ما تروح لهم وبيفعلوا شخصيته تاني كده من أول وجديد وبيروح لناتسومي كده والكورة بس الاتنين في مرة واحدة كده ضربوه عشان طبعا افتكروه إن هو عايز يعمل حاجة فيهم أو بيتحرش بيهم وبعدها كده بنشوفه قاعد مع ناتسومي عمال يجيب في الكلام من أوله لآخره وعمال يقول لها أنا عارف إن إزاي نموت الغدول وكاني وماني وهي بتقول له طب حلو ده إحنا طالما عرفنا السر وعرفنا المقر بتاعهم تعالى نقول لكل المحاربين اللي موجودين هنا فهنا بيقول لها لأ ما هو الموضوع ده مش هينفع حد يعرفه والمكان اللي هنروحه لازم أنا وأنتِ بس اللي نروحه، فهي بصّت له بصّة خبيثة كده، طب قُل لي طيب إن أنت محتاج مساعدتي أنا بس، إيه مكسوف؟ مكسوفة؟ ويكمّل كده بيفهمها كل حاجة وبييجي له رسالة كده من ميناتو وبعد كده بيقول له أنت ليه أصلًا سرقت شخصيتك يا ابني أنا كنت خلاص باضبّط ورقك عشان تاخد عفو وتطلع، والتاني بيقول له أنا مش هافضل عايش في وهم وشخصيات مش حقيقية ونظام بيقول لي أعمل إيه وما ينفعش أعمل إيه، وإن هو كمان عايز يلغي وجود النظام وبيطلب مساعدته كده والتاني أنا من أبرز الشخصيات في النظام أنا رقم 2 بعد هوجن عايزني أخون النظام، بعدين أنا اللي باسيطر عليه أساسًا أنا وهوجن. بعد كده بيسيبهم ويمشوا وبنعرف إن في شخصية أصلًا بتعارض الفكرة بتاعتهم، وفي واحد كده بيقابله وبيعرض عليه إن هو يفضح الخطة ويسجنهم مقابل إن هو يطلع من السجن وهيبقى حُر. ونروح كده لكابو وناتسومي كده وهُم ماشيين وسايبين أصلًا طيب وخلاص عارفين إن هو هيموت، أو بالأصح بطلنا بس اللي عارف وهي لسه ما عرفتش. بعدها كده كوروناي بتقابله بتقول له: "أنت عايز إيه من البت دي؟ ينفع آجي معاك؟" فهنا بيقول لها: "لأ ما ينفعش والموضوع ده برّه عنِّك خالص أساسًا." فهي بتقول له: "والنبي طيب والنبي غموضك ده هو اللي بيخلّيني أحبك، خُدني معاك بالله عليك." وهو طبعًا خاف فبيسيبها وهي كانت هتُقع أساسًا وتتقلب وتموت. وبنفهم إن في درع كده حوالين المكان وأي حد بيحاول يخش هيموت حرفيًا والبطاقة بتاعته هتتوقف، بس طبعًا بطلنا مش عنده بطاقة وشالها وهي والدها أساسًا كان شال البطاقة بتاعتها من زمان، فمش هيحصل لهم أي حاجة وهُم مش ناس عادية أساسًا وبيفضلوا كده ماشيين في الصحرا لحد لمّا بيلاقوا أساسًا جزيرة، بس بنكتشف إن الدون أساسًا فعل الشخصية بتاعته هو كمان وداخل مع الخطة، ويقول لهم إيه أنتم نسيتوني؟ مع إن الخطة بتقول إن ما فيش أي حد هيخش غير الاتنين دول، وبعد كده بنشوفهم من جوه المكان أساسًا بيولعوا في كل حاجة، يالّا ولعوا في أمها، وبنشوف كده اللي شغالين كده في النظام بيفقدوا أساسًا السيطرة على كل المكان،
المكان حرفيًا اتملى تلوث وولع لإن هم أساسًا فتحوا كل المخلفات على المكان كله، يالّا. وكابو هنا بيوصل للمكان بس البت مستغربة لإن المكان أساسًا باين عليه إن هو مصنّع عن طريق البشر، إزاي في بشر عملوا حاجة زي كده؟ وبيخشوا كده وهي أساسًا مستغربة أكتر، وكابو ما بيلاقيش حراس أساسًا بس بيشوف ريس كده النظام قدامه، إيه ده الرئيس؟ بتعمل إيه هنا؟ والأبواب أساسًا كلها بتتقفل مرة واحدة، بيقول له إن أنا أظن إن جسدك الحقيقي دلوقتي هيموت، أحسن لك ترجع تلحقه، لإنه على الأغلب دلوقتي هيتحول لخردة، وبنشوف كده الحراس بيقتلوا في المساجين أساسًا، والبت اللي حاطة أساسًا الخطة مستغربة لإن هم أساسًا جُم بسرعة، إزاي جُم؟ ما توقعتش الخيانة للأسف، وبتصحي دون كده بالعافية وبتقول له ولا أنت هتساعدني والّا هنتحول لخردة كلنا؟ أنت هتساعدني يا إما أنا حرفيًا هابرمجك من أول وجديد وهتساعدني بس بالعافية، وبنشوف كده كابو بيتنفخ حرفيًا من هوغن، هوغن واخده رايح جاي، إيه العظمة دي يا هوغن؟ وبنشوف كده دون بيحط على الشرطة حرفيًا، الشرطة متهانة من دون، الواد الآلي ده اللي كان أساسًا السبب إن الخطة تتسرب بيفجر نفسه كده فيهم علشان ينقذهم، وكابو كده بيخسر بس بيضربه كده في آخر لحظة كده وبيحاول يوقف النظام وفعلًا كل حاجة بتقف، وميناتو كده عمال يشتم فيه، إحنا كنا أسياد الأرض يا غبي أنت بتعمل إيه؟ هو إحنا هنبقى عبيد عند الكلاب دول والّا إيه؟ دول مجرد بشر، وناتسومي هنا بتقول له هو في إيه؟ هم ليه بيموتوا؟ هو في إيه ده كله؟ إحنا عملنا إيه بالضبط؟ وإحنا فين؟ وإزاي البشر هم اللي كانوا بيصنعوا المكان دول؟ ومين الكائن الآلي ده؟ وبيقول لها كده كل حاجة هنا مزيفة، حتى الجسد اللي أنا باكلمِك منه ده مزيف، والعالم ده كله حرفيًا مصطنع، إحنا اللي صنعنا كل حاجة، أنتم مجرد لعبة في إيدينا كنا بنتسلى بيها لا أكتر ولا أقل، وأنتم كنتم لعبة، أنتم حرفيًا كده كنتم هتموتوا من زمن بعيد بالقنابل النووية وكل حاجة، فإحنا قررنا إن إحنا نسيطر عليكم كلكم ونلعب بيكم. وإحنا أساسًا كائنات فضائية آلية مش من الكوكب هنا، وبنشوف كده ميناتو بيشرب كده الفيب ومتضايق، وناتسومي هنا كل حاجة اللي هي إيه بالضبط مش فاهمة، أنا عايز أفهم أكتر، وهنا بيقول لها ما ينفعش وما عادش ينفع أي حاجة، وبعدين افتكري أبوكِ شال من عليكِ أساسًا الرقاقة ليه، أبوكِ فهم كل حاجة قبل ما يموت، لإن هو كان بيدوّر في موضوع الرقاقات، وعلى الأغلب النظام هو اللي قتله، وأبوكِ ما ماتش صُدفة. وهي طبعًا أغمى عليها، ما هي بني آدمة فاهم، يعني ما الراجل رصّهم لها رصّة حرفيًا عايز يقتلها، مش عايز يقول لها المعلومات بس. وبنشوف هوغن كده بيدوّر كده في البيانات ناتسومي وما بيلاقيش أي حاجة، هي فين الرقاقة بتاعة البت دي، ومين اللي عمل كل ده من زمان، وبيشُك في أبوها اللي هو أساسًا قتله، هو شال الرقاقة من على بنته قبل ما يموت الحُسالة دوّة، بس بيقول في نفسه كده برضه مستحيل إن في حد يوصل للتكنولوجيا دي من البشر ويشيل الرقاقة، عمّال يفكّر كده في الشريحة هي راحت فين، بس في نفس الوقت كده بينتقل بينا المشهد لناس كده أساسًا اللي هي كانت بتصنّع الغدول وبنلاقيهم بيموتوا، إيه ده، إيه اللي بيحصل بالضبط؟ هو مش الغدول المفروض يكونوا ماتوا؟ وبنعرف إن في غدول أساسًا اتحوّلوا جينيًا علشان يتأقلموا إن هم يفضلوا صاحيين حتى لو النظام وقف، وكابو كده واللي معاه أساسًا بيهربوا بس بيقف كده بالعربية وبيقول لهم كده عايز أخُش اللعبة تاني. قال لهم إن هو عايز يخش النظام لمّا هو عرف أساسًا إن هي قاعدة كئيبة وكل الناس عمّالة تواسيها، بس هي ما فيش خالص، يا جماعة ما هو برضه حطّوا نفسكم مكانها، البت عرفت إن كل حاجة في حياتها وَهْم، حتى أبوها ميت من ناس أساسًا كانوا وَهْم في وَهْم، ولمّا رجع كده ما عرفش يجمّع شجاعته إن هو يخش يقابلها أساسًا، فكتب لها ورقة وجواب، وهي أول ما قريته اتنرفزت جدًا وراحت رايحة له، وهي طبعًا متعصبة ففتحت الباب جامد، وهو كان واقف وراه طبعًا عامل حسابه إن هو خلاص هيرجع، هو عمل اللي عليه وبعت لها الجواب، فهي فتحت الباب فراح واخد الباب في وشه وراح واقع، يا عمود يا فقري. وهي قعدت تعتذر له والله ما قصدي، بس هي برضه إيه اللي أنت عامله ده؟ أنت باعت لي جواب، إحنا في أيام الجاهلية يا اسطى، ألو إيه الجواب ده مش راجل، ما تستعجل يالا وتيجي تواجهني في وشي، في إيه؟ أنت إيه؟ ميح؟ بس هوغن مرة واحدة بيلاقي وراه، أنت بتعمل إيه هنا يا هوغن؟ وهو بيفقد التحكم بالشخصية مرة واحدة وبيظهر غدول، وكل طبعا مستغرب الغدول ده عايش إزاي؟ ده من غير شريحة أساسا، وحبة الغدول اللي لسه عايشين دول بنكتشف إن فيهم أساسا
وبيمسكها كده وخلاص هيقتلها، بس كابو هنا بشخصية جديدة بيخش ويقتله مرة واحدة، وبتقعد تعيط كده على كابو أساسًا إن هو مات قدامها، بس طبعًا كابو دخل بشخصية جديدة وهي مش عارفة ولا فاهمة وهو أساسًا وراها، وبيقول لها العالم ده كله مصنع، بس طبعًا بعد ما بتضربه يعني، وبنفهم كده إن الغدول أساسًا ما بيتكسروش وإن في حاجة غلط، بس الغريب كده إن الغدول ما بيهاجموش أي حد خالص، بس النظام أمر بقتله. طب إزاي؟ وبيحاولوا كده يضربوا الغدول بالحصن بس ما بيعرفوش طبعًا خالص، لأن الغدول ده قوي جدًا وبيحط عليهم حرفيًا، والغريب إن هو أساسًا ما بيضربهمش برضه، وبيضرب القمر الصناعي، يعني عارف مكانهم بالضبط. ده ما بيهزرش يا جماعة، والنظام هنا بيبعت رسالة لميناتو أساسًا وبيقول له شكرًا على مجهودك، هيتم تدمير الكل اللي في الحيز كله، أنت والغدور والبشر كلهم هتموتوا، لازم الكل يخرج من اللعبة حالًا، ويقولوا كده لكابو، وجيل هنا بتتدخل طبعًا وتقول له لأ استنى بس في حل على فكرة، وبيقول لها أنتِ مين أساسًا وإزاي عارفة حاجات كتير زي كده، وتقول له مش شخصية مهمة ما تشغلش بالك، بنعرف طبعًا إن هي اللي أنشأت الحصن ده أساسًا وأجزاء من القمر الصناعي، بس هوجن خاف على نفسه منها لما لقاها قوية جدًا وحبسها، وبتقول لهم كده إن هم أساسًا لازم ينقلوا وعي التحكم بالحصن لشخص معين فينا، ولازم يبقى إحنا ما ينفعش بشري، وللعلم بس مش هاعمل كده، ما باحبش البشر الصراحة أوي، بس مش عندي مشكلة معاهم، يعني برضه أنا ما ليش دعوة، وبنعرف كده إن الغدول دول ما بيكبروش أساسًا ولا يتكاثروا، وده عكس كل التوقعات. وبيروحوا كده للحصن كلهم عشان كابو أساسًا يخش جوه، بس ميناتو هنا بينزل وبيقول له بلاش، دول مجرد بشر هتموت نفسك عشانهم ليه؟ ما فيش حد فيهم يستاهل أساسًا، لأنهم مجرد كائنات ضعيفة، يا ابني دول لعبة يا ابني كنا بنلعب بيها، وبعدها كده بتشوف ناتسومي كده بتقابل مجموعة من الآليين وبتتعرف عليهم، إيه ده أنتم مين؟ وبيحكوا لها كل القصة من أولها لآخرها وتقعد تلعب معاهم كمان وما بتخافش منهم، وهنا الكل كان مستغرب، أنتِ مش خايفة مننا ليه يا بنتي إحنا اللي بنحكمكم؟ كنا عمالين نقتل فيك وبينتقل بيها المشهد تاني لميناتو وبنشوفه طبعا بيساعده وبيرجع كمان يفعل الحصن والنظام علشان يلحقوا قبل ما يموتوا، لأنه قرر يقف معاه وينقذ البشر لأنه كده كده خسران وكده كده حرفيا كان احتمال يموت. وبعدها كده بيهجموا على الغدول وهو بيفعل الليزر كده وبيتفجر حرفيا قدامهم هو والشخصية، وكان هيقتل الكل، ولما بيرجع كده لجسده الحقيقي الكل بيبقى متضايق جدا. وهنا ناتسومي واللي معاها كلهم بيحاولوا يساعدوا كابو كده وبيخشوا بالغلط جوه الحصن وبيجمعوا قوتهم كلهم كده عشان يهجموا على الغدول معاه، وبينجح وبالفعل بتنجح الخطة، وبنشوف ان جيل كمان خدت نسخة احتياطية من كابو علشان تعيد صنعه من اول. وبعديها كده بنعرف ان ميناتو اساسا بقى القائد النظام الجديد والحالي، والآليين بقوا شغالين مع البشر عادي وكل حاجة مع بعض عادي خالص، مش زي ما الرئيس اللي فات كان بيقول ان هم عبيد عندهم وهم مجرد لعبة. وبنشوفهم عادي بينزلوا من القمر الصناعي ويعيشوا معاهم عادي في اخر الانمي، وبنشوف كمان ان كابو جاي لناتسومي وبيهنيها، وللاسف هنا بيكون نهاية الانمي ده جبار يا جماعة، بس مشكلته اللي يفهمه صح لان هو صعب شوية في الفهم. الانمي ده حرفيا كان متدخل 100,000 حاجة في بعضيها، ولو فضلت لهنا اخويا انت احلى حاجة عندي والله العظيم، وتسلم لي على انك كملت يا سان لغاية هنا، والسلام.